حديقة الصباح. صباح الخير. صباح النور. الدبلة هتقطع صباعي. ما لها حق يا اخي، بقى لك ايدك اليمين 7 سنين ومش باين انها تميل ايدك الشمال ابدا. التجدية في ملافظك، لسانك زفر زي حماتي. استاذ عطيه، البلم دي عايزك حلق. عايزني في ايه؟ خير. استاذ ابراهيم، انا عملت حاجه غلط النهارده؟ ابدا. امال المدير عايزني في ايه؟ روح له وانت تعرف. يا ساتر استر يا رب. اقعد يا عطيه. مش حالي دقنك ليه؟ اصل الحنفيه. بتشرب ايه؟ انا اشرب ايه؟ ايوه بتشرب ايه؟ اذا كنت سعادتك مصمم يبقى اشرب ليمون. هات ليمون. واضح ان سعادتك رد عليا قوي النهارده. انا دايما راضي عنك. انت موظف مجتهد وطيب وابن حلال. بس اوقات سعادتك بتبهدلني. مش لما تغلط. الحمد لله غلطاتك قليله جدا. الحمد لله يا فندم. بقول لك ايه يا عطيه؟ ايه اقصى امانيك؟ اتجوز. وايه اللي منعك؟ مش لاقي شقه. انا قصدي ايه اقصى امانيك الوظيفيه؟ قاعد على كرسي سعادتك. طبعا بعد ساعتك ان شاء الله لما تبقى وكيل وزاره. انا برضه كنت متاكد من كده. بقول لك ايه يا عطيه؟ يا فندم. الاستاذ ابراهيم هيطلع معاش بعد 3 شهور. وانا اخترتك تحل محله بعد ما يطلع معاش. انا يا فندم. ايوه. ودي الخطوه الاولى اللي توصلك للكرسي ده. اولا تبقى رئيس قسم، وبعدين مراقب، وبعدين نائب مدير، وفي النهايه مدير عام. يعني كلها 20 سنه وتقعد على الكرسي ده. ما تبصليش انا ليا ظروفي الخاصه. لا ابدا يا فندم، ممل. انا بقالي 7 سنين مستني ابقى عريس. مش كتير استنى 20 سنه عشان ابقى مدير عام. مدير عام حتة واحدة؟ ايوه.
بس بعد 20 سنة. معلش يفوتوا هوا. مش حالق دقنك ليه؟ الحنفية النهارده نزلت حاجات غريبة. المهم ما تيجي نحتفل بالمناسبة السعيدة دي النهارده. ما عنديش مانع. إذا المدير سأل عليا قولي له إن أنا نزلت في عذر قهري. عذر قهري؟ هو في عذر قهري أكتر من كده؟ تحب نروح فين؟ نروح البيت طبعا. ماما النهارده عاملة ملوخية على أرانب لكن تجنن. يا زينات بقول لك عايزين نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. تقولي لي تعالى نتغدى في البيت. الحق عليا عايزة أوفر لك فلوسك علشان المسؤوليات اللي ورانا. يا ست بناقص ال 10 جنيه اللي هنتفسح بيهم. لا يا سيدي 10 جنيه على 10 جنيه يبقوا 100. يا سلام لو يعينوكي وزير مالية كان الجنيه المصري يبقى عملة صعبة. بس الأول يا ست. عينيا يا حبيبي عينيا. خد يا ماما. هات يلا. عارفة يا ست. كل يا بابا يلا. من عيني يا حبيبتي. عليا عليا يا ست. يلا يا ماما كل بسرعة. عارفة يا ست. الملوخية دي لونها أصفر كده. ده عدس مش ملوخية. عارفة يا ست. ما فين الملوخية بالأرانب اللي قلت عليها؟ ما بقناش لا ملوخية ولا أرانب. جرى إيه يعني؟ أنا ما بحبش العدس. ليه ما بحبش العدس؟ ما تبقاش عامل زي العيال الصغيرين، كل حاجة لازم تاكلها، فاهم؟ ما تكشرش كده، بعد الغدا هننزل نتفسح. ايوه طب يلا كل خلصي اكل بسرعة. كل خلص طبقك ده بقى. كريمة 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 رد عليا. اب فوق المية يا اخواتي، في حد ينتحر في مية ساقعة زي دي؟ كريمة انت فين؟ انا فوق في السماء. مش معقول. اللي عملت ايه في حكاية الشقة يا عطية؟ العمل عمل ربنا يا حمادي. أضل وده حكمته. طب واخرتها؟ اعملي فيا كده. ما إن شاء الله هتفرج يا حمادي. بس أنت اصبري. بصراحة بقى أنا صبري خلص. قدامك 3 أشهر تشوف لك فيهم شقة. طب لو خلصوا 3 أشهر وما لقيتش الشقة؟ تدور لك على عروسة تانية. لا 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 اسمعي ارجوكي اعملي معروف، انا ما اعرفش اعوم. الضيف البارد ده اللي جاي على الصبح يوم الجمعة. على من مؤاخذة يا عطية يا ابني، الظاهر أنا جيت بدري شوية. لا أبدا يا حاج اتفضل. أنت جيت في ميعاد صحياني تمام. لا أبدا، أنا بقالي يومين في مصر وراجع البلد النهاردة. وكان لازم أعدي عليك قبل ما أسافر. مشرف يا حاج. أنا جبت لك إدارة 3 فدادين أهم. خد الفلوس عشان الحق اروح. ده شاع النار يا حاج. عدهم. قاعد وراك يا حاج، ده انت في مقام المرحوم والدي. لا معلش اصل مستعجل شويه. هو في حد بيشوفك غير كل سنه مره؟ السنه الجايه ان شاء الله لما ابقى اجيب لك الايجار هقعد معاك يوم بحاله. طب والنبي يا حاج لما تيجي السنه الجايه ان شاء الله ابقى تعالى واخر شويه. لقيتها عطية؟ اديني بدور اهو. انتظار هتفضل تدور عليها 7 سنين. تقصد ايه بكلامك ده؟ قصدي حافظة المستندات اللي انت بتدور عليها. انا فاهمك كويس، انت تقصد حاجه تانية. تقصد ايه يعني؟ الشقه اللي بقالي 7 سنين بدور عليها. انت حر افهم اللي انت عايز تفهمه. انا سكت لك كتير قوي.
لكن والله العظيم المره دي مالك تخيل انت بتعمله ده على فعيل عمل. ما انت سامع ده كمان. حاسس ان نيته سليمه، الوجود زي حساس قوي. تعال معايا، تعال بس تعال. مالك يا عطيه يا ابني؟ بقالك يومين اعصابك مش طبيعي. حماتي يا استاذ ابراهيم هددتني بفسخ الخطوبه، بس المفروض ان مشاكلك الخاصه ما تنعكسش على عملك، عشان خاطر كمان المدير ما يحرمكش من الترقيه. غصب عني والله يا استاذ ابراهيم. ايه رايك تاخد لك يومين اجازه؟ يمكن اعصابك تهدى ويمكن تلاقي لك حل في موضوع الشقه. هو انت واخد الاجازه عشان تتفرج عليا وانا بغسل لك الهدوم؟ ما تنزل ادي ندورلك على شقه. شو مهمله البلد يا خالة عظيمه. مشكله في الخليه واجيب مين؟ هي عروستك مش عاوزه تيجي تقعد معاك هنا في الشقه ليه؟ امها السبب. قلت لها نتجوز ونيجي نسكن هنا، قالت لي انا مش مستغنيه عن حياه بنتي. حياه بنتها؟ ليه؟ هي الشقه فيها تعابين؟ لا يا خالة عظيمه، هي قصدها ان البيت قديم ممكن يقع على دماغي ودماغ بنتها. فلا ولا فلك يا شيخ، ده بيت متأسس من بتوع زمان، هو في زيهم دلوقتي. انا حاولت معاها كتير لكن هي مصممه على شقه في عماره جديده. ما تبيع 3 فدادين وتستفاد بيهم. خطيبتي ما تعرفش حاجه عنها، اقول لها جبت الفلوس منين؟ وليه تخبي على خطيبتك؟ امي الله يرحمها وصتني ما اديهاش عشان ما تطمعش في ثروتي. هو مين الراجل ومراته فيها اسرار؟ يعني ايه يا خالة عظيمه؟ عايزاني اخالف وصيه امي كمان؟ ايوه تخالفها. امك لما وصيتك الوصيه ديت ما كانش في ازمه اسكان. يلا يا ابني روح لخطيبتك وقول لها على كل حاجه، وبكره الصبح تسافر البلد وتقابل الحاج عوضين يشوف لك مشتري. انا هروح لزمان زي ما انت عايزه، بس لو طمعت في ثروتي تبقى انت المسؤوله. مساء الخير يا كمال بيه. مساء النور. خطوة عزيزة يا حاج عوضين. يعز مقدارك يا سعادة البيه. هات الكرسي ده. اتفضل. الأستاذ عطية. أهلا أستاذ عطية. الأستاذ عطية يبقى ابن المرحوم عبد الخالق أفندي. خالق مين؟ عبد الخالق أفندي اللي اشترى من سعادتك ال3 فدادين من 20 سنة. يا سلام يا حاج. عاوزني افتكر حاجة من 20 سنة؟ ده أنا مش فاكر. خد الدين. ده أنا مش فاكر كلت إيه امبارح. باردون يا أستاذ عطية، أصل اللي اشتروا مني كتير، هفتكر مين ولا مين؟ أصل الأستاذ عطية معذور في قرشين وعاوز يبيع الأرض، فأنا قلت بقى ما فيش حد هيشتريهم غير سعادتك. نشتري ومال، أنا جاهز. طب طول عمرك جاهز يا سعادة البيه. نعم يا ماما. بعدين الحاج الجزام فيها. حاضر. ايه ده بابا عنده ضيوف. كم نفر يا بنت؟ 2. اقول لك هاتي لي معاكي 4 تجواز فراخ ودك 4 ووزه وجوزان ارانب. هيكفوا دول بس؟ يا بنت ما انا هعمل لحمه معاهم يا بنت. ايه حكاية ال3 فدادين دي يا حاج؟ أنا هقول لسعادتك بقى من 20 سنة الدنيا هتضلم والكلام في الضلمة ما ينفعش. قوموا بينا نتكلم جوه. عليك نور يا سعادة البيت، الكلام في النور أحسن. اتفضل اتفضل. الله ينور عليك يا كمال بيه. أهو هنا الكلام يحلو. أزاز يا جماعة أزاز. يا أزاز ده سعادة البيه تشكر. ميرسي يا فندم. ايه يا ابني انت تعبان؟ الحمار. ده انا مؤاخذة يا سعادة البيه، اصله مش متعود على ظهر الركوب. انا لاحق سعادتك شوية واحنا جايين دلوقتي حصل يا حاج عوضين ما تحكي البيع الحكاية، احنا هنبات هنا. حاضر يا زيد. طيب من 20 سنة يا سعادة البيه واحنا الحقيقة يا جماعة انا جعت
وبصراحه ما اعرفش اتكلم في المسائل الماليه وانا جعان. طيب يا كمال بيه، الحاج بقى يبقى يفوت على سعادتك وانت شبعان عشان تتفاهموا على التفاصيل. انا اتشرفت جدا بمعرفه سعادتك. ايه ده يا حاج عوضين؟ قريبك ده اللي يزك ده ليه؟ انا غلطت في حاجه؟ طبعا غلطت. ازاي تمشي من هنا قبل ما تتعشى؟ يا فندم انا اتعشيت خلاص، انا واكل يجي 3 كيلو موز و2 كيلو برتقال. وده اسمه عشاء ده يا خوخه. نعم يا بابا. العشاء جاهز؟ من بدري. ورايا يا ابني كل ورايا. خلي بالك منه الطريقه عايز الكسر. خليه عليا المره دي. خيريه بقى دي بنت الكبيره. دول يا بناتي بس بتلخبط في اساميهم. اتفضلوا كله. احنا بقى هنا في البيت ده اتعودنا ما نقومش من على السفره ونسيب عليها حاجه. الاكل ده كله لازم يتمسح. بس ان شاء الله يا فندم هيتمسح مسح. ابني كل ده رجعت لي الايدين كل ما تخافش يا حاج، طبعا ان شاء الله هيتمسح. تشكر. تشكر. الله، وسعادتك يا كمال بيه مش هتشرب معانا الشاي ولا ايه؟ لا لو شربت الشاي مش هعرف انام. احنا متاسفين يا فندم تعبناك معانا. لا تعبتوني ولا حاجه. ايه بقى حكايه الثلاث فناديل دول يا حاج؟ ايوه، انا اقول لسعادتك من 20 سنه المرحوم والد الاستاذ عطيه اشترى من سعادتك 3 فناديل. اصله كان ناوي يقعد معانا هنا في البلد بعد ما يطلع على المعاش، لكن ربنا ما ارادش بقى ومات قبل ما يطلع على المعاش. انت بتكلم نفسك يا حاج. البيه نام. والله صحيح يا ابني، ده البيه نام. يلا بينا ننام احنا كمان. يلا يا ابني يلا. ثانية هاني من هذا كده برضه حاجة. لا شيح نار. لا لا كبيرة ولا حاجة. دي بنت ناس غلابة زي حالاتنا. معقولة دي؟ اصل كمال بيه ده كان شاي هو صغير وفضايحه كتير قوي. مفيش ولا عيلة كبيرة رضت تجوزه من الدهب. قامت فعل وراح متجوز الخول بتاع العزبة بتاعته. في عندك الجلابية لسه تصبح على خير. لكن ولادي بيستعملوه. لسه بتتفرج على التلفزيون يا ام محمد؟ ما عادش حد. الله يخرب بيت ابو التلفزيون على ابو اللي اخترعه. بتعملوا ايه؟ حاجة ببلاش كده. أقراص أمان. كمان اصحى. ايه ده وانا نمت؟ امال فين الدول اللي كانوا هنا؟ مشوا. يا دي الكسوف. قوم بقى نام في اوضتك. مش عايز حاجه اعملها لك؟ لو سمحتي هاتي لي معاكي طبق ام علي، لحسن نفسي في حاجه حلوه قبل ما انام. طيب. ايه يا عطيه مالك؟ فار تبقى بالطول والعرض ده بتخاف من الفار. انا ما اخافش من الاسد لكن بخاف من الفار. طب اطمن، الفار سمع صريخك هرب. انت متاكد؟ انت متاكد قوي. ده تربيتي. تصبح على خير. وانت من اهل. ميرسي يا هانم. اللي قول لي يا كمال، هو الحاج عوضين كان عايزك في ايه؟ الشاب اللي معاه كان عاوز يبيع لي ارضه. يبيع لك ارضه؟ هو انت معاك فلوس عشان تشتري ارض؟ هو انا من امتى كان عندي فلوس؟ طب قلت لهم ايه؟ قلت لهم هشتري طبعا. انت عاوزاني اطلع مفلس قدام الناس؟ وهتجيب فلوس من ايه؟ تتدبر. تسلم ايدك يا سوسو. بالهنا والشفا. ان ما كنتش كلت طبق ام علي ده ما كانش هيجي لي نوم. ال3 فدادين دول فين بالظبط يا حاج؟ جنب جنينة الفراولة بتاعت سعادتك على طول. يعني مفيش ملك تاني بين الجنينه وبينهم؟ لا يا سعادة البيه مفيش.
ومين المستاجر الارض دي؟ اللي يا ابني غوري الاعرج. وده مستعد يخلي؟ لا دي مسؤوليتي انا بقى. قبل ما نكتب العقد الابتدائي هجيب لك منه اقرار بكده. يبقى مش ناقص بقى غير نتكلم في السعر. مالك يا استاذ عطيه؟ لا مفيش، انا اصلي ما عرفتش انام امبارح بس. ما ضحكك يا سعاده البيه، مش امبارح بالليل الاستاذ عطيه خاف من الفار. اي والله العظيم دخلت عليه لقيته. يا حاج مفيش وقت للحكايات دي. اسال كمال بيه هيدفع كام، خلينا نخلص. حاضر يا سيدي. طيب الغدا جاهز يا بابا. اتفضلوا معانا يا جماعه. انا مش هقدر. احنا لسه ما اتفقناش على الثمن. اسمع كلامي وخليك معانا احسن لك. استنى انت هنا واسمع كلامي يا حمار. بالهنا والشفا يا استاذ عطيه. طبعا انت عارف بقى عوايدنا من البيت دي. طبعا يا فندم، الاكل ده لازم يتمسك مسح. هم اتفقوا على الثمن ولا لسه يا اخوه؟ مش عارفه يا ماما، الظاهر لسه. طب روح انت بقى حباري الصبح. حاضر. بالشكل ده محدش يشتري ابدا يا حاج. ما هو الثمن اللي سعادتك بتعرضه ما يرضيش حد ابدا. طب انا هزود 100 جنيه كمان في الفدان. يعني انت جيت في جمل يا كمال بيه. زودها شويه. انا ما اقدرش ازحزح اكتر من كده. يا انا ماليش دعوه بقى. اسال صاحب الشأن. الله، انت بتدور على مين يا سعطيه؟ ما هو انت صاحب الشأن. صاحب الشأن في ايه؟ السعر اللي انا عرضته عجبك؟ عجبني. عجبك ازاي يا سعطيه؟ ادي صاحب الشأن اللي قلت له اساله. ده اهبل يا سعاده البيه. اهبل. حد ياخد بكلام واحد اهبل. خلاص مش شاري. الله 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 الله. هو سعادتك زعلت ولا ايه؟ هتقبل بالثمن اللي عرضته ولا لا؟ ما تروق المال كده يا كمال بيه. روق. العشاء جاهز يا بابا. لا انا في عرضكم مش هقدر احط لقمه واحده في بقي. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ ما تشوف لك طريقه في قريبك ده. ترجعش البيعة مننا لسه ما اتفقش على الثمن يا اخي. اكله وتفوت ولا حد يموت. يلا